السماكه بتاعتها وحجم النوايا قد ايه، قافله على بعضيها، كواليتي عالي جدا، كواليتي عاليه جدا. ده يطابق للمواصفه القياسيه العالميه. هو صباح الخير عليكم من مزارع بشاير سيوه. احنا النهارده جايين نطمن على الانتاجيه، نطمن على الشغل، عشان نطلعكم على تطورات الوضع في سيوه، ونطمنكم على استثماركم في الفتره اللي جايه ان شاء الله، ونقول لكم اخبار سيوه ايه. يلا بينا نعمل جوله يا ابراهيم علشان نطمن على المجدول والسيوي والحاجات اللي ناجحه فيها سيوه، ونطمنكم على انتاج مزارع بشاير سيوه بفضل الله. تعالى يا ابراهيم، ده انتاج المجدول. هنحاول دلوقتي نطلع تمره وندوقها مع بعض. ما شاء الله دي نخله عمر 5 سنين، انتاجيه محترمه جدا جدا جدا. لو اتكلمنا على السوبر جامبو فمش هنقل عن 80 كيلو. تمام. ما شاء رب العالمين. هنا البلح بدأ يطيب. طلع لنا محمود، افتح لنا. خلي بالك الحته ديت مش مخفوفه قوي، الخفه هنا قليله. ماشي، بس بدأت تتمر. احنا في عندنا لسه نخل ما قول معايا لسه ما استواش ومحتاج اكياس. اكيد. بسم الله ما شاء الله. دي الحب الصغير. بسم الله ما شاء الله. ماشي. اول حد هيدوق تمر مجدول في السيوه الموسم ده. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. بسم الله. تعالوا بقى على صبايا اتخفت ونشوف الحبايه السوبر جامبو بتاعتها عامله ازاي. انت يا ابراهيم بتصور وانا هاكلك. افتح بقك. تسلم ايدك. نصها وقع ونصها يخش بقك. القي نظره هنا سريعه يا برضو يا ابراهيم. دي نخله في عمر السنه السادسه ما شاء الله. انتاجيه لو لفيت حوالين النخله بسم الله الله اكبر ما شاء الله. تعالى بينا بقى هنفرجكم على نماذج الخف لاجل السوبر جامبو. تعالى يا ابراهيم. ما شاء الله انتاج وفير. الانتاج اللي طالع ده من فسيله. تعالى هنا يا ابراهيم بعد اذنك. طبعا كل السيمتريه شبه موحده في كل الانتاجيه والمكاييل في كل النخل، يعني شبه متساوي ما شاء الله. تعالى هنا هات لنا، افتح لنا دي كده يا محمود. عايزين نشوف واحده متمره ما شاء الله. ما شاء الله تمر. شوف لنا ايه اللي ايوه تمر. ده حب سوبر جامبو. تمام. عايزين نشوف شكل الحبايه يا محمود. احنا بنشكرك على المجهود اللي انت عامله في الارض، وكل ما اجي ببسط اكتر. انا كل ما اجي بشوف روحك الحلوه في المزرعه، حاجه بتبسطني اكتر. تعالى هات هنا. بسم الله ما شاء الله. هنا عند ايدي، هنا عند ايدي بالظبط. اقطع لنا دي يا محمود، ناخدها احنا بايدينا. تعالى معايا، تعالى معايا يا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ده انتاج مجدول سيوه وبشاير سيوه. احنا فعلا في البشاير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دي احنا بنتكلم كده يا محمود، يعني في حبايه 25 جرام، اكتر من 25 جرام، اكتر من 25 جرام. مجدول بشاير سيوه في البشاير. بسم الله ما شاء الله. حته يعني الفرق بين المجدول هنا ومجدول في اي مكان تاني، الحبايه لونها ذهبي. ركز كده وزوم كده على الحبايه، لونها ذهبي ما شاء الله. لسه ما اتطمرتش تماما، ولسه ما اتطمرتش تماما، يعني لسه هتنشف شويه عن كده. خد بس عشان انت بتصور وتبقى مبسوط، واحنا ناخد الباقي. محمود. تسلم ايدك. مستر محمد. نص لسه بس السكر نازل فيها. دي بتجمد شويه، ودي من المواصفات القياسيه. هي مش تجمد خالص، تمسك نفسها تبقى نص جافه. البلحه اللي انا اديتها لكم البارح في العربيه دي شبه دي شبه. لكن حته ان هي مطلعه عسل دي تشتلها. ايوه اهم مظبوط. حاجه الشكل ده تحافظ عليه، لان ده الشكل النهائي. اللون الذهبي ده فاتح. طبعا ديت لسه في البشاير، لسه بتجف. تعال نتكلم كده على كميه اللحم اللي جوه التمره. النوايا كانت حاجه بسيطه كده، والبلحه بتقفل على بعضها. شايف شكل اللون ما شاء الله. دي حبايه اصغر شويه. بص شكل البلحه، شكل التخانه بتاعت التمرايه، ولسه بتتمر، يعني لسه هتنشف شويه علشان يعني عشان باللون ده تتطابق مع المواصفه القياسيه العالميه.
نبص برضو على، احنا بس بنفرج الناس عشان عندنا عدد كبير قوي من المستوردين والمصدرين اللي عايزين للسوق العالمي. احنا ده شكل البلحايه بتاعتنا في بشاير سيوه. اللون الذهبي الجميل ده بالتجاعيد ديت، ما شاء الله ما فيش اي اصابات في اي اتجاه. نسبه الاصابات الميكانيكيه والفطريه تكاد تكون منعدمه. لما نفتح الحبايه كده ما شاء الله السماكه بتاعتها بسم الله ما شاء الله. لو ركزت يا ابراهيم شايف السماكه بتاعتها وحجم النوايا قد ايه؟ قافله على بعضيها. كواليتي عالي جدا. كواليتي عاليه جدا. ده يطابق للمواصفه القياسيه العالميه. هو لسه في البشاير يعني قدامه ايه؟ اسبوعين 3 هيبدا يتمر ويبدا يجمد شويه كده علشان يطابق المواصفات القياسيه العالميه. تاخد حته كمان بعد اذنك عشان تصور وانت ايه؟ مش متضايق. في بدايه معانا واحده تانية دي لسه بتتمر. التطمير بيبدا من تحت، يعني دي بيسموها مناصيف. بتبدا من تحت كده تطلع لفوق. هي لسه في البشاير، هتطمر لفوق هتلاقيها تطول شويه كده معانا. تمام. لما تتطمر بشكل نهائي تبقى قبل يعني قرب دي كده في الاحجام اللي هي بتبدا من الجامبو والسوبر جامبو. ما شاء الله انتاج يفرح على ارض سيوه. المناخ هنا والميه حاجه جميله جدا، مناخ جاف يطلع لنا التمرايه المطابقه للمواصفه العالميه. مش عايز اقول لكم والله حجم طلبات التصدير على الناس لما بتيجي تشوف المزارع بتاعتنا ديت، او الناس لما تيجي تشوف تقول لنا احنا عايزين تمره سيوه اعلى جوده للتمر المجدول والسيوي اللي هو الصعيدي اللي هو نص جاف في مصر بالكامل، بسبب الميه، بسبب التربه، بسبب المناخ، بسبب الناس اللي نواياها صافيه وقاعده على الحاجه. تعال بينا نروح للمجدول للسيوي عشان نتفرج برضو على جمال التمور السيوي.